نذهب إلى السعودية، إلى المملكة العربية السعودية، ومن حائل الناقد والصحفي الرياضي عيسى مسمار، ونشكرك على الانتظار كل هذه الفترة بكل تأكيد. أستاذ عيسى، يعني إذا أردنا أن نستشف منك ومن أخبارك رؤوس أقلام عن المشروع الخاص بالدوري السعودي في قادم السنين. في البداية تحية لك أستاذ هشام ولضيوفك الكرام وللمتابعين. طبعا السعودية من ضمن الرؤية هو المشروع الرياضي، والآن يعني بدأ في تنفيذ هذا المشروع. هناك مشروع رياضي ضخم، يعني ليس على مستوى فقط استقطاب النجوم، بل على مستوى بناء المنشآت الرياضية، على مستوى الاستضافات. السعودية منذ فترة وهي تستضيف السوبر الإسباني، السوبر الإيطالي، كذلك الموسم القادم السعودية راح تستضيف كأس العالم للأندية، والموسم الذي يليه كذلك استضافة كأس آسيا 2027، وأكيد في النهاية أو مرورا أو انتهاء عام 2030 باستضافة تقديم ملف استضافة كأس العالم 2030. تقريبا مشروع رياضي ضخم، يعني ليس على مستوى فقط يعني جانب واحد، بل عدة جوانب من ضمنها هو استقطاب النجوم. يعني ابتدأ في استضافة في استقطاب الكابتن كريستيانو رونالدو الأسطورة. يعني والأمانة يعني نجح هذا الاستقطاب، شاهدناه على أرض الميدان. أصبحت تذاكر المباريات التي يلعب فيها النصر عالية جدا، ارتفاع مبالغ التذاكر لأول مرة تحدث في الدوري السعودي فقط بوجود النجم رونالدو. هذا نجاح يعني على رؤية استقطاب النجوم، لها رافد اقتصادي كذلك تسويقي. الآن بدأنا نشاهد قنوات أخرى تنقل الدوري السعودي، كذلك نشاهد صحفيين من القارة الأوروبية، جماهير تحضر من خارج السعودية في المدرجات بسبب وجود هذا النجم. أعتقد أنه الخطة القادمة سوف يكون في كل نادي سعودي نجم جماهيري، ليس مقتصرا على الأندية الجماهيرية اللي هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بل جميع الأندية راح تستقطب نجوم. وأعتقد أنه مستقبلا راح تكون النجوم ينهون مسيرتهم في السعودية. هذا الخطة المرسومة في السنوات القادمة. كيفية التنسيق بين الأندية الجماهيرية الأربعة وباقي الأندية للعمل كخلية واحدة لاستقطاب النجوم، لأن هناك بالتأكيد مايسترو ينسق هذا الأمر حتى تتحرك كل الأندية في إطار خطة عمل واحدة. صحيح، وزارة الرياضة هي من تقوم بهذا العمل. استقطاب النجوم ليس عمل نادي أو عمل إدارة نادي، بل هو عمل تنسيقي بين إدارات الأندية ووزارة الرياضة التي تهدف إلى رفع القيمة السوقية في الدوري السعودي. الآن من ضمن الخطط هو أن يكون الدوري السعودي من ضمن أفضل 5 دوريات في العالم خلال السنوات القادمة. ومن يقود هذه المفاوضات ليس فقط إدارات الأندية، بل مسؤولين في الاتحاد السعودي وفي وزارة الرياضة لاستقطاب النجوم وتدعيم الأندية الجماهيرية. أولا يعني نبدأ احنا خطوة الأندية الجماهيرية، ثم الأندية الأخرى، حتى يعني الخطة أنه في كل نادي سوف يكون جماهيري أكثر من نجم. يعني الآن راموس، بوسكيتس، كلهم يعني العروض السعودية تنهال على النجوم. وأعتقد أنه مستقبلا الأندية الأوروبية راح تعاني كثيرا في بقاء نجومها نظرا للخطة والمشروع السعودي في استقطاب النجوم. أستاذ عيسى، هل كريم بنزيما في الاتحاد السعودي أم في نادي آخر؟ لا في الاتحاد، وبنسبة عالية جدا. يعني ما سألتكش في رايح السعودية ولا لا، في الاتحاد ولا نادي تاني؟ لا الاتحاد أكيد. في الاتحاد طيب. والميسي الهلال يعني. لا مرة تانية، ميسي إذا حلت مشكلته مع الليغا ومع برشلونة للهلال بكل تأكيد. يعني ميسي في الهلال، بنزيما في الاتحاد، كريستيانو رونالدو عنده في النصر. يبقى الأهلي رابع الأندية السعودية الجماهيرية. نتمنى إن شاء الله أن يكون له خطة في استقطاب يعني نجم جماهيري للأهلي. هناك زملاء هنا في الاستوديو يتحدثون عن راموس والأهلي. لا تقريبا راموس ممكن الأندية الهلال والنصر راح يكون في أندية العاصمة هي الأندية التي قدمت عرض لراموس. طيب أستاذ عيسى، وكذلك بوسكيتس. يعني let's cut to the chase، خلينا نروح للأمر مباشرة. اذكر لنا أسامي اللاعبين الذين سينتقلون للدوري السعودي هذا الصيف وإلى أي أندية، يلا.
البداية معك. تقريبا العروض يعني المقدمة للأندية التي انتهت عقودهم من بوسكيتس وراموس هم تقريبا اللاعبين يعني المتاحين الفترة القادمة، بالإضافة إلى بنزيما وميسي إذا انتهت مشكلته مع الليغا أو برشلونة. تقريبا هؤلاء الأربع نجوم هم اللي يعني الخطة القادمة في استقطابهم. عظيم. طيب، على الجانب الآخر من استقطاب هذه الحالة الضخمة من اللاعبين والأسامي الكبيرة، هناك بالتأكيد ما يحدث على الجانب التسويقي والإعدادي في الملاعب وفي البنى التحتية للأندية. صحيح، الآن كل نادي أصبح له منشأة خاصة أو بدأ يعمل في منشأة خاصة. بعض الأندية يعني وصلت للجاهزية التامة، بعضها ما زالت يعني في طور الجاهزية. كذلك هناك ملاعب أخرى يعني غير الأندية التي تتبناها وزارة الرياضة لاستضافة المباريات الدولية مثل كأس العالم للأندية، وكذلك كأس آسيا، الخطة لكأس آسيا، وكذلك كأس العالم. يعني المشروع تكاملي وليس مشروع واحد، من حيث استقطاب نجوم، من حيث بناء منشآت رياضية، من حيث بناء أو عفوا من حيث استضافة بطولات. وكذلك أيضا لا أغفل جانب مهم وهو جانب المدربين. الآن الأنظار متجهة على جلب المدربين أصحاب الشعبية مثل زيدان ومورينيو. أعتقد أن الأنظار متوجهة على هؤلاء المدربين، راح نشاهدهم في السنوات القادمة في الدوري السعودي. يعني لن يقتصر فقط على اللاعبين بل حتى على المدربين. والان برضه شاهدنا يعني النتائج كما ذكرت الاستاذ، انه النتائج قدوم رونالدو. ويعني الان المباريات التي يلعب فيها النصر تنفذ التذاكر بسرعه، وكان الاسعار ايضا مبالغ فيها بسبب يعني الطلب على هذه التذاكر. كذلك يعني حتى نادي النصر استفاد. الان النصر راح يشارك في بطوله اليابان الدوليه التي تنظمها الشركه التسويقيه، والتي تضم نخبه من انديه اوروبا. النادي العربي الوحيد اللي راح يشارك في هذه البطوله هو نادي النصر، بجانب انتر ميلان وباريس سان جيرمان راح تقام في الصيف القادم. هذا بسبب وجود نجم مثل رونالدو. انا اعتقد ان الخطه الان ما شاء الله يعني ماشيه حسب ما هو مرسوم له، وبدات يعني تثمر النتائج، وان شاء الله ان المستقبل راح يكون افضل، وان شاء الله يعني حسب ما هو مرسوم، وكذلك ان شاء الله فوق ما هو متوقع كذلك ان شاء الله.